أهلا بيكم سنة 5 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس التاني بعنوان مظاهر سطح مصر من كتاب الأضواء. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. السؤال الأول، أكمل. 1. أصغر الوحدات التضاريسية مساحة في مصر: وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. 2. تأخذ دلتا النيل شكل مثلث. 3. يتصل منخفض الفيوم بنهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسف. 4. تشكل نهر النيل نتيجة التعرية المائية. 5. تنتشر الجبال في جنوب شبه جزيرة سيناء مثل جبل سانت كاترين وجبل موسى. 6. من الأودية الجافة التي تقطع الهضاب في شبه جزيرة سيناء وادي العريش. 7. تميز وادي النيل ودلتاه بجودة وخصوبة التربة. 8. أعلى قمة في جبال البحر الأحمر هي جبل شايب البنات. 9. يقطع هضبة التيه في وسط شبه جزيرة سيناء وادي العريش. 10. أكبر الوحدات التضاريسية مساحة في مصر الصحراء الغربية. 11. تتميز بعض منخفضات الصحراء الغربية بأنها مهؤولة بالسكان لوجود المياه الجوفية. 12. تستخدم الأودية الجافة في تخزين المياه عند حدوث السيول. السؤال الثاني، اكتب كلمة صح أو خطأ. 1. ينقسم سطح مصر إلى 5 وحدات تضاريسية. غلط. 2. تعد الصحراء الغربية أكبر الوحدات التضاريسية مساحة في مصر. صح. 3. يقع جبل العوينات في الجزء الشمالي الغربي من الصحراء الغربية. غلط. 4. ساعدت الحركات الانكسارية في تشكيل جبال البحر الأحمر. صح. 5. ساعد تنوع مظاهر السطح في مصر على تنوع الثروات الطبيعية. صح. 6. تعد التعرية أحد العوامل الباطنية لتشكيل سطح الأرض. غلط. 7. يقع جبل الحلال في جنوب شبه جزيرة سيناء. غلط. السؤال الثالث، اختر. 1. تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الدلتا حوالي نصف مساحة الأراضي الزراعية. 2. أصغر الوحدات التضاريسية مساحة في مصر هي وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. 3. أعلى قمة جبلية في سلاسل جبال البحر الأحمر هو جبل شايب البنات. 4. تشكلت جبال البحر الأحمر نتيجة الحركات الانكسارية. 5. تروي أرض منخفض الفيوم بمياه نهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسف. 6. تشكلت الدلتا نتيجة التعرية المائية. 7. توجد هضبة الجولف الكبير في الصحراء الغربية. 8. يتميز الجزء الأوسط بشبه جزيرة سيناء بانتشار الهضاب. السؤال الرابع، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1. ترعة بتصل مياه نهر النيل والطمي إلى منخفض الفيوم. ترعة بحر يوسف. 2. هضبة تقع في وسط شبه جزيرة سيناء ويقطعها وادي العريش. هضبة التيه. 3. مجاري كانت تملأها المياه قديما ثم جفت، الأودية الجافة. 4. رواسب فيضية عند مصب نهر النيل وتتخذ شكل مثلث، الدلتا. 5. مصدر للمياه العذبة بالصحراء الغربية، المياه الجوفية. السؤال الخامس، صوب ما تحته خط. 1. يقع جبل العوينات في شمال غرب الصحراء الغربية
في جنوب غرب الصحراء الغربية. 2. تشكلت الكثبان الرملية مثل بحر الرمال العظيم نتيجة التعرية المائية. لا، التعرية الهوائية بفعل الرياح. 3. يقطع هضبة التيه بعض الأودية الجافة منها وادي قنا، وادي العريش. 4. توجد في شمال الصحراء الشرقية هضبة العبابدة. غلط، هضبة المعازة. 5. توجد هضبة مرمريكا في جنوب الصحراء الغربية. لا، ده هضبة الجولف الكبير. 6. يمتد بحر الرمال العظيم في الصحراء الشرقية. لا، في الصحراء الغربية. السؤال السادس: أمام خريطة صماء لمصر اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها. 1. الصحراء الشرقية. 2. هضبة مرمريكا. 3. وادي العريش. 4. وادي النيل. 5. جبل العوينات. السؤال السابع: حدد العنصر المختلف في المجموعات التالية. 1. الجولف الكبير، التيه، العوينات، العبابدة. المختلف هيكون جبل العوينات لأنهم كلهم هضاب. 2. مرمريكا، بحر الرمال العظيم، المعازة، العوينات. المختلف المعازة. 3. القطارة، سانت كاترين، العريش، التيه. المختلفة القطارة. السؤال الثامن: انسب المظاهر الجغرافية التالية إلى الوحدة التضاريسية التي تنتمي لها. 1. هضبة العبابدة، الصحراء الشرقية. 2. وادي قنا، الصحراء الشرقية. 3. منخفض القطارة، الصحراء الغربية. السؤال التاسع: بما تفسر. 1. تعد الصحراء الشرقية صحراء جبلية هضبية لكثرة الجبال والهضاب بها. 2. تكون وادي النيل في مصر بسبب العوامل الخارجية التي تحدث على سطح الأرض مثل التعرية المائية. 3. تميز منخفض سيوة والبحرية والفرافرة بوجود سكان بها لوجود المياه الجوفية والنشاط الزراعي. 4. تكون سلسلة جبال البحر الأحمر بسبب الانكسارات التي ساهمت في تشكيل جبال البحر الأحمر. 5. أهمية الأودية الجافة، تستخدم في تخزين المياه عند حدوث السيول. 6. تميز منخفض الفيوم عن باقي منخفضات الصحراء الغربية بسبب وصول مياه نهر النيل والطمي إليه عن طريق ترعة بحر يوسف. 7. استقرار المصري القديم حول نهر النيل بسبب وجود مياه نهر النيل ومعرفة الزراعة وقيام الحضارة المصرية القديمة. السؤال العاشر: ما النتائج المترتبة على 1. حدوث الحركات الانكسارية في الصحراء الشرقية ساهمت في تشكيل جبال البحر الأحمر. 2. وجود المياه الجوفية في منخفضات الصحراء الغربية أصبحت مهؤولة بالسكان وقيام النشاط الزراعي. 3. تكون الرواسب الفيضية عند مصب نهر النيل أدى ذلك إلى تكون دلتا النيل. 4. حدوث التعرية الهوائية في الصحراء الغربية أدى ذلك إلى تشكيل الكثبان الرملية مثل بحر الرمال العظيم. 5. اتصال منخفض الفيوم بترعة بحر يوسف أدى ذلك إلى وصول مياه النيل والطمي إلى منخفض الفيوم. 6. تنوع مظاهر سطح مصر أدى إلى تنوع الثروات الطبيعية وتعدد الأنشطة الاقتصادية. السؤال ال11: دلل. 1. تتنوع مظاهر السطح في شبه جزيرة سيناء حيث يتميز بالجبال الوعرة مثل جبل سانت كاترين وجبل موسى في الجنوب، وبتنتشر في الوسط الهضاب مثل هضبة التيه، وبيقطعها بعض الأودية الجافة منها وادي العريش
ويتميز الشمال بوجود السهول الساحلية وبعض الجبال مثل جبل الحلال. 2. الصحراء الشرقية غنية بالموارد الاقتصادية الطبيعية، حيث تتميز بأنها غنية بالمعادن كالذهب، وتوجد بها حقول البترول والغاز الطبيعي. 3. يعد منخفض الفيوم مميزا عن باقي منخفضات مصر، حيث أنه يتميز بوصول مياه نهر النيل والطمي إلى منخفض الفيوم عن طريق ترعة بحر يوسف. 4. تتنوع مظاهر السطح بالصحراء الغربية، حيث توجد بها الهضاب والجبال والكثبان الرملية والمنخفضات. 5. تتميز مصر بتنوع مظاهر السطح، حيث يجري بها نهر النيل وبتمتد على جانبي السهول الفيضية، وفيها الصحاري الشاسعة والجبال الشاهقة، وده بيزيد من جمالها، وفي سهول ساحلية في الشمال والشرق. السؤال 12: قارن بين العوامل الباطنية والعوامل الخارجية لتشكيل سطح الأرض من حيث المفهوم. العوامل الباطنية تحدث في باطن الأرض زي الالتواءات والانكسارات زي جبال البحر الأحمر. أما العوامل الخارجية تحدث على سطح الأرض زي التعرية الهوائية اللي بتحدث بسبب فعل الرياح وشكلت الكثبان الرملية، والتعرية المائية اللي شكلت وادي النيل والأودية الجافة. 2. الصحراء الشرقية والصحراء الغربية من حيث أهم الجبال والهضاب في كل منهما. الجبال اللي موجودة في الصحراء الغربية جبل العوينات في الجنوب الغربي. أما في الصحراء الشرقية الجبال زي سلسلة جبال البحر الأحمر، أعلى قمة فيها جبل شايب البنات. والهضاب اللي موجودة في الصحراء الشرقية هضبة المعازة وهضبة العبابدة. أما الهضاب اللي موجودة في الصحراء الغربية هضبة الجولف الكبير وهضبة مرمريكا. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. ومع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.